لو بتحب البريوش الهش والطري ومحشي شوكولاتة من جوه يبقى الفيديو ده ليكي. النهاردة هنعمل مع بعض اسهل وابسط وصفة بريوش بطريقة تشكيل سهلة وبسيطة جدا جدا ومكونات اقتصادية جدا جدا وب10 جنيه شوكولاتة بس. هنعمل الكمية القمر اللي قدامك دي، هش وطري زي القطن، خفيف جدا جدا، ناعم جدا جدا، حرفيا مش هتصدقي ان انت اللي عاملاه من كتر ما هو سهل وبسيط. يلا بينا نصلي على الرسول ونشوف الخطوات مع بعض. عندي هنا نص كيلو من الدقيق المنخول، هضيف عليه معلقتين كبار من اللبن البودر، 4 معالق كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره، باكت من الفانيليا، وذره من الملح. هقلب كل المواد الجافه بتاعتي مع بعض كويس جدا. طبعا ممكن تعجني في العجان او على ايدك المتاح عندك. هضيف كمان معايا بيضايه بدرجه حراره المطبخ، هفصل الصفار عن البياض، هحط البياض واركن الصفار على جنب. هضيف كمان حوالي 3 أو 4 معالق كبار من الزيت، لو عندك زبده حطي، وكمان لو عندك خل ممكن تحطي معلقه كبيره، بس انا بصراحه ما كانش عندي. وهعجن بميه دافيه. حد هيقولي طب انتي حاطه بيض ومش حاطه خل عشان الزفاره؟ انا حاطه باكت فانيليا مع المواد الجافه. هعجن كويس جدا جدا لغايه اما العجينه تتلم معايا كده وتبقى ناعمه جدا جدا وفي نفس الوقت ما بتلزقش. يعني هي هنا بتلزق عشان بلمها بايدي بس، لكن لو ركزتوا في الايد التانية هتلاقيها ما لزقتش فيها ولا اي حاجه. ناعمه جدا جدا. اخدمي العجينه كويس في العجن عشان تديكي نتيجه حلوه. هركن العجينه بتاعتي على جنب 10 دقايق ترتاح بس عشان تتفرد معايا بسهوله. وعلى مفرش سيليكون هفرش العجينه بتاعتي او على كيس بلاستيك المتاح عندك. هفرد العجينه بتاعتي بالطول. طبعا ممكن تعملي منها ميني وممكن تعملي منها واحده بس زي ما انا هعمل. ممكن كمان تعملي النص كيلو على قالبين. انا هعمله على قالب واحد، القالب اللي انا لسه موريها لكم ده اللي هو بتاع الانجليش كيك او اللهم صل على سيدنا محمد، او التوست. ولو عندك قالب توست برضو ينفع جدا. وكمان لو ما عندكيش ممكن تعمليها في اي صينيه مدوره عادي او صينيه مستطيله او حتى تعمليها ميني زي ما قلت لك من شويه. حطيت كده معلقه كبيره، بصراحه انا حاطه سمنه، لو عندك زبده برضو حطي. عندي كمان 4 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى يكون نوعيه كويسه، نص معلقه كبيره من القرفه اختياري بس بتدي نكهه حلوه جدا. كمان ممكن تحطي قهوه سريعه الذوبان لو بتحبي القهوه. هفرد كده الخليط بتاعي على نص جزء كده بالشكل ده. وعندي هنا ده ب10 جنيه شوكولاته اللي انا بقولكوا عليه، ب10 جنيه شوكليت شيبس، والله ب10 جنيه. هحطها كده على الخليط اللي احنا عملناه من السكر والقرفه والكاكاو، وهدني على طول العجين بتاعتي على النص التاني عشان يبقى اسهل معاكي ويتشال معاكي بكل سهوله. انا دهنت المفرش بتاعي دهنه بسيطه من الزيت، وبالنشابه بقى هطبق كده العجين على بعض وافرده، ومن النص هقطعه شرايح زي ما واضح قدامكم. طريقه تشكيل سهله وبسيطه جدا زي ما قلت لكم. هيبقى شكله احلى لو عملتيها على قالبين، بس انا كنت حابه ان هو يبقى عالي شويه. لو عملتيها على قالبين هيبقى شكله حلو بس مش هيبقى بالعلو اللي انت شفتيه في اول الفيديو. هاخد بقى الشرايح اللي انا عملتها دي وهوقفها كده عشان لما اتني البريوش بتاعي يدي منظر حلو في الاخر ويبقى شكله لطيف. ودي طريقه تشكيل جديده وحصريه لاول مره وشكلها حلو جدا جدا وكمان الطعم فوق الخيال. عملتها بالشكل ده وهاتني بقى هرول كده الرول بتاعي بالشكل ده اهو. هحاول كده اظبطه على القالب بالظبط، وهكون دهنه القالب بتاعي دهنه كويسه من الزيت، وهسكن كده العجينه بتاعتي في القالب. هحاول اسويها وهغطيها بقى تخمر مش اقل من نص ساعه في مكان دافي. هنا بعد ما العجينه بتاعتي خمرت هجيب بقى صفار البيضه اللي انا شلته، هحط عليه برضو باكت من الفانيليا، ولو عندك خل حطي نص معلقه صغيره، وهدهن بوش العجين بتاعي. طبعا انا في المرحله دي بسخن الفرن بتاعي كويس جدا جدا على الرف الوسطاني على درجه حراره 180، وهدخل البريوش بتاعي ما تطلعوش قبل ساعه. هياخد ساعه في الفرن يا جماعه. ساعه؟ طب هينشف؟ لا مش هينشف، عشان تتاكدي ان هو استوى كويس جدا من جوه ما تطلعوش بعد نص ساعه وتلاقي قلبه عجين. ده قعد بالظبط معايا ساعه الا 10، بس انتي خليه ساعه. هيقعد معاكي في الفرن ساعه على درجه حراره 170 على الرف الوسطاني من 170 ل 180. هنا انا طلعته وغطيت وشه بفوده عاديه جدا مش منديه ولا اي حاجه 10 دقايق، وبعدين فكيته من القالب بكل سهوله، ولا بيلزق ولا بيتحرق ولا اي حاجه. لو خد معاكي لون بعد نص ساعه حطي على وشه ورقه زبده وحطي فوقها طبق او اي غطا ستانلس
او حطي ورقه كراسه برضو وغطيها بحاجه عشان تثبت على الوش وما ياخدش لون اكتر من كده ويستوي براحته. قلتلك كل التكات والاسرار اللي تطلعه مستوي وهش زي القطن زي ما انت شايفه كده. طلع معايا ما شاء الله اللهم بارك مورق جدا، كاني مورقاه بربع كيلو من الزبده مثلا، مليان شوكولاته. الشوكولاته ساحت مع الكاكاو مع السكر، مديه طعم خطير فوق الخيال بجد. والله بعد الوصفه دي انا متاكده انك مش هتشتري ولا مولت ولا باتيه ولا اي حاجه تانية من بره. تابعيني بس وانت هتكسبي والله معايا، ومش هخليكي تصرفي جنيه وتشتري اي حاجه من بره. بامر الله وبفضل الله هخليكي تعملي كل معجنات المخابز في البيت. هنا انا كنت بصور لكم دي المرحله الثالثه بعد ما كنا نص والله من جماله، قلت والله لازم اصوره لكم كمان مره. ما شاء الله الله اكبر، جربيه على ضمانتي وهينفع طبعا في اللانش بوكس. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وكومنت حلو منكم ودعوه حلوه من قلبكم وتعملوا فولو، وما تنسوش هنزل لكم لينك وصفات مولد النبي كل سنه وانتم طيبين. هنزل لكم الوصفات اللي احنا عملناها ان شاء الله السنه اللي فاتت، هنزلها لكم في اول تعليق، خشوا واتفرجوا عليها هتعجبكم جدا ومش هتشتروها من بره. ما تستخسريش بقى اللايك في اختي.